بكل أسف اللي كنا متوقعينه حصل. محمد صلاح خلع وساب المنتخب وسافر انجلترا يكمل علاجه في ليفربول. محمد صلاح ترك المنتخب القومي قبل مباراة مهمة جدا وحساسة أمام الراس الأخضر. هقول لكم القنوات اللي هتنقل مباراة الراس الأخضر أكتر من 15 قناة، بس بعد ما خلص كلامي عن محمد صلاح. بكل أسف يا جماعة مش عارفين مين المتحدث الرسمي باسم الكرة المصرية، اتحاد الكرة المصري ولا يورجن كلوب مدرب ليفربول. كلنا شفنا اتحاد الكرة وبيان اتحاد الكرة من 3 4 ايام اللي قال فيه ان اصابة صلاح هتخليه يغيب عن مباراتين في كاس افريقيا ضد الراس الاخضر ومباراة دور ال16 لو صعدنا، وان محمد صلاح قائد منتخب مصر ومكمل مع منتخب مصر لنهاية البطولة، وان محمد صلاح هيتعالج في مكانه في المعسكر اللي هم فيه حاليا. ولكن بكل أسف اتفاجئنا مفاجأة غريبة جدا بعد محمد صلاح ما حضر المؤتمر الصحفي لمباراة الرأس الأخضر. اتفاجئنا بيورجن كلوب. ليفربول بيلعب مباراة في الدوري الإنجليزي وفاز فيها 4 وما زال متصدر الدوري الإنجليزي عشان الناس اللي بتتابع ليفربول. اتفاجئنا بيورجن كلوب بيصرح تصريح ناري وتصريح كارثي بالنسبة لنا كمصريين. قال ان محمد صلاح سافر خلاص الى انجلترا وهيكمل علاجه هناك ومش راجع مصر تاني الا لو مصر صعدت للنهائي. طب يا عم يورجن كلوب، لو مصر صعدت للنهائي هتبقى عاوزه محمد صلاح في ايه؟ الله يكرمك، ده كلام فاضي. ده بيأكد ان محمد صلاح خلاص دوره مع المنتخب انتهى في البطوله ديت، وان محمد صلاح هيراجع ليفربول عشان يتجهز للمباريات القويه في الدوري الانجليزي زي مباراه تشيلسي لو لحقها ومباراه الارسنال بعد كده، واكثر من مباراه قويه في الدوري الانجليزي. طبعا الخبر جه صدمه كبيره جدا جدا لنا كمصريين. ازاي ده يحصل يا جماعه؟ فين اتحاد الكوسه بتاعنا؟ الاتحاد المايل، الاتحاد لهبل. وفين اللي قالوا من 3 4 ايام؟ هو يورجن كلوب يا جماعه هو اللي ماسك اتحاد الكره المصري؟ هو يورجن كلوب هو اللي بيتحكم في الكره المصريه؟ ازاي نبقوا احنا كمصريين 105 مليون اخر من يعلم ان محمد صلاح خلاص دوره انتهى، وان محمد صلاح هيتعالج في ليفربول، وان محمد صلاح قال ايه لو صعدنا للنهائي ليفربول هيمن على منتخب مصر ان يبعت له محمد صلاح يلعب معاه النهائي. لا يا عم، احنا لا عاوزينه يلعب معانا النهائي ولا عاوزينه يلعب معانا تاني خالص. محمد صلاح لو عاوز يقعد كان قعد. محمد صلاح لو جدح كان قال لليفربول لا ده انا قائد منتخب مصر، ده انا اهم لاعب في منتخب مصر، ده انا حتى لو ما بلعبش ومصاب لازم اقعد مع اللعيبه واشد من ازر اللعيبه ودعم اللعيبه. اقسم بالله غياب محمد صلاح ومشيان محمد صلاح رغم ان ما عملش اي حاجه في البطوله ديت، لكن هيهز ثقه لعيبه مصر بنفسهم. هيقولوا كده خلاص شكل العمليه ايه مش مكتوبه لنا، ومش عارف ايه اللي هيحصل الايام الجايه. اقول لكم بقى يا جماعه القنوات اللي هتنقل مباراه مصر والراس الاخضر. في قنوات كتير يا جماعه هتنقل المباراه، منها قنوات مجانيه ومنها قنوات شغاله بالشيرنج. لو عندك الهود بيرد، عندك هوسباسات، عندك البلغاري كده تقدر تتابع عليه. عندنا على قمر يوتلسات 9 قناه IRT HD هتنقل المباراة، وعندنا قناة RTS هتنقل المباراة على يوتلسات 9. عندنا على التركي سات القناة المعروفة TV 8:30 هتنقل المباراة. عندنا قناة ATV على قمر ناسا 57 هتنقل المباراة. لو عندك أي قمر من دول تتابع عليه مجاني، لا شفرة ولا نت ولا أي حاجة. طيب لو عندك أقمار بقى بتفك الشفرة، عندنا سبورت TV 3 على قمر هوسباسات، عندنا ماكس سبورت 1 على البلغاري، عندنا كي على قمر يوتلسات 16، عندنا زيجو سبورت على قمر قسطرة 28، عندنا ماكس سبورت 1 على قمر هلا سات 39، وعلى قمر انطاليا سات 45 قناة ماكس سبورت 1. عندنا كمان على قمر اموس يا جماعة اللي هو القمر الاسرائيلي قناة 5 بلس هتنقل المباراة. كلنا عارفين ان ميعاد المباراة الساعة 10 بتوقيت القاهرة، وان من اليوم هيكون في مباراتين مع بعض في نفس التوقيت. مجموعة هتلعب مباراة الساعة 7 مباراتين، ومجموعة هتلعب المباراتين بتوعها الساعة 10. بالتوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر ويؤدي اداء جيد ويصعد للدور القادم. اي استفسار عن اي شيء انا تحت امركم على قناتي على اليوتيوب. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.